داخل المباراة هذه أصلا وهو خرج من البطولة الآسيوية منتشي بتحقيق بطل الدوري، ليش على الأقل ما حقق نتيجة إيجابية؟ والله شوف، لو جيت سألت أي واحد هلال تابعت المباراة يقول لك أنا ما تابعت المباراة، لأنه هو حقق المراد، حقق بطولة الدوري. أي هلال الآن مبسوط بالدوري للأمانة، يعني بطولة كانت من عنق الزجاجة في المنعطف الصعب حقيقة، وهذا شيء يسجل للهلاليين في الفترة الأخيرة. لكن بالنسبة لمباراة آسيا أنا ما لها، يعني ما كان فيه اهتمام أساسا. حتى اللعيبة اللي شاركوا يمكن بعناصر بديلة، ما شاركوا باللاعبين الأساسيين لأنه أساسا ما هو، لكن يفكروا في الموسم القادم انه يكون الهلال فريق يعني يبحث عن بطولة آسيوية. الآن الأهلي هو الممثل الوحيد للكرة السعودية، نتمنى له التوفيق في مباراته غدا إن شاء الله، وفي المرحلة الثانية مع أي نادي سواء السد أو الفريق الإيراني. طيب ناصر، يعني الهلال في الآسيوية يعني 6 مباريات في دور المجموعات و3 مباريات في الأدوار النهائية من الموسم الماضي لا يحقق انتصار، وش اللي قاعد يصير في الهلال في الآسيوية؟ هو من البداية أبو لطيفة كان واضح أن الهلال لا يضع هذه النسخة ضمن أولوياته هذا الموسم، واضح بسبب الظروف والإصابات والنقص. كان يجب أنه يكون في واقعية تحتم على الفريق أنه يركز على بطولة واحدة كانت هي بطولة الدوري، ونال ما أراد. بالنسبة للآسيوية كان من البداية واضح أنه لا يهتم لها كثيرا هذا الموسم. من يوم رفع الهلال قائمته الآسيوية بدون مهاجم حقيقي كان واضح أنه يضحي بهذه البطولة من أجل الدوري. لكن هذا كله حقيقة أنا أشوف أنه لا يبرر أن يخرج الهلال بنقطتين. هذه يعني في النهاية لا تليق بالهلال. يعني أنا أقول أنه رغم الظروف ورغم ما كان بالإمكان أفضل مما كان، مهما يعني حتى لو كان الهلال حقق بطولة الدوري قبل أيام، المشجع الهلالي اللي يعرف المشجع الهلالي الحقيقي يحزن على هذه الحصيلة لا تليق بالهلال أيا كان. حتى اليوم أنا شفت مباراة استغرب، يعني حتى بعض البدلاء ما عندهم الإحساس بالهلال باسم الهلال، سمعة الهلال، حتى وإن كان قد خرج من الجولة الماضية. سمعة الهلال كانت تحتم أنه اليوم يلعب مباراة بشكل أفضل. أعتب على أيضا الجهاز الإداري والجهاز الفني أنه يدخل بهذه العناصر. يعني آخر مباراة في الموسم بدون ضغوط، إراحة بعض اللاعبين المهمين مثل سيروتي وميليسي، بينما كان المفترض أنه يخرج الهلال في آخر مباراة هذا الموسم وفي آخر مباراة في هذه النسخة بمظهر مشرف بنتيجة يعني مشرفة يرفع يعني حصيلته النقطية. للأسف تم إبقائهم على دكة الاحتياط والخروج بنقطتين. أيا كانت الأعذار وأيا كانت المبررات منطقية، نتيجة لا تليق بالهلال وحصيلة لا تليق بالهلال. نسمع آراء الجمهور. لكن في أبو لطيفة بس أبو لطيفة بس تعقيب أخير بالنسبة لقضية إنه 9 مباريات بدون انتصار. أيوة. احنا قلنا إنه النسخة هذه الهلال دخلها بدون جدية، اللي هي 6 جولات في دور المجموعات. بالنسبة لآخر 3 مباريات في الأدوار النهائية هي مباراة أمام بيروزي في الإياب كان الهلال يكفيه التعادل، صحيح. وخرج به، يعني كان يؤهل التعادل، خرج به يعتبر بمثابة الانتصار. ومباريات النهائي الذهاب والإياب، الأولى تعادل والأخيرة للأسف خسارة. هذه لا تعكس حقيقة مشوار الهلال في النسخة الماضية، يعني وصل للنهائي. بس هي تحسب كريكورد مثل ما وصل للنهائي دون خسارة، يحسب له أيضا ريكورد أنه 9 مباريات ما حقق فيها انتصار. وهذا اللي كنت أقوله. المفروض لاعبي الهلال والجهاز الإداري الجهاز الفني، أنا ما ألوم إخوان براون، هو لا يعرف الهلال، يعني لا يعرف قيمة الهلال، لا يعرف ماذا يعني أن تخرج بهذه الحصيلة. كان يفترض الهلال اليوم يلعب لاسمه لكيانه لتاريخه. للأسف لم يحصل هذا الأمر.